لو بتحب الجزر والألوان والأماكن اللي كلها روح وبهجة يبقى لازم تزور الجزيرة دي. ومش أي جزيرة، دي جزيرة في أجمل مدينة متصنفة عالميا. أول ما تدخلها تحس إنك داخل لوحة مرسومة بإيد فنان مجنون بالألوان. كل بيت لون وكل شارع مختلف عن التاني. احنا دلوقتي موجودين في جزيرة بورانو اللي موجودة في مدينة فينيسيا الإيطالية، موجودة على بعد حوالي 45 دقيقة بالمركب من محطة فينيسيا سانتا لوتشيا. أول ما تقرب بالمركب من بعيد هتعرف فورا إنك وصلت، لأن مفيش مكان في العالم شبهها. انتوا عارفين زمان الصيادين اللي كانوا عايشين هنا كانوا بيرجعوا من البحر وسط الضباب، فقرروا يلونوا بيوتهم بألوان قوية جدا عشان يقدروا يشوفوها من بعيد. ومع الوقت الألوان دي بقت هوية الجزيرة كلها. والغريب مش مسموح لأي حد يغير لون بيته بمزاجه، لازم الحكومة توافق الأول، لأن كل لون هناك جزء من تاريخ الجزيرة. بورانو مشهورة كمان بحاجة تانية مميزة جدا، وهي شغل الدانتيل اليدوي. من مئات السنين الستات هنا بيقعدوا يعملوا قطع الدانتيل بحرفية ودقة فظيعة، لدرجة ان ملوك وامراء اوروبا كانوا بيطلبوا الشغل منهم مخصوص. اجمل حاجة هنا الهدوء والروقان، مفيش زحمة فينيسيا ولا دوشة المدن الكبيرة، بس في مراكب صغيرة، ريحة بحر جميلة، شبابيك ملونة ورد وتفاصيل بتلاقيهاش غير في بورانو، الوان تخليك مبتسم من غير سبب. بمناسبة كلامنا على فينيسيا خلينا اقول لكم ان هي تعتبر واحدة من اغرب المدن في العالم، لانها متصممة فوق المية، مبنية على اكتر من 100 جزيرة صغيرة بينهم قنوات مائية بدل الشوارع. يعني هناك المراكب هي العربيات، والجندول بقى جزء من حياة الناس اليومية. واديني بفكرك تاني، لو زرت فينيسيا وما عدتش على بورانو يبقى انت فوتت نص الجمال. وخليني اقولك ارخص طريقة تروح بيها بورانو، اللي هي اول ما تخرج من محطة القطر فينيسيا سانتا لوتشيا هتلاقي قدامك محطة الفابوريتو، تاخده وهو اللي هينزلك على بورانو. وبس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في جولتي في اجمل جزيرة فينيسيا من وجهة نظري. وطبعا مش عايزة افكركم لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموه بلايك وشير، واشوفكم في الفيديوهات الجاية على الف خير. تشاو.